اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل مع بعض كوكيز العبد بطريقة سهلة وبسيطة. استخدمت بيضة وكوبايتين دقيق، طلعت منهم كمية كبيرة جدا، أكتر من 50 حبة كوكيز. لا وكمان هيطلعوا معايا أكتر من كيلو. يلا بينا ندخل على الطريقة والمكونات. بس قبل ما ندخل على الفيديو، لو عجبك الفيديو ده اعملي لي لايك. ويلا بينا ندخل على المكونات اللي أنا استخدمتها في الوصفة النهاردة. استخدمت 400 جرام من الدقيق بما يعادل 3 كوبايات ومعلقة كبيرة. ضفت عليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر، رشة من الملح. قلبتهم كويس جدا مع بعض وهسيبهم على جنب. يلا بينا ندخل على المكونات السائلة اللي أنا استخدمتها. استخدمت 150 جرام من السكر البودر بما يعادل كوباية. تلت كوباية من الزيت بما يعادل 70 جرام. 180 جرام من الزبدة بما يعادل كوباية إلا ربع من الزبدة، عليهم بيضة بدرجة حرارة الغرفة، ومعلقة صغيرة من الفانيليا. ضفت السكر وعليه تلت كوباية من الزيت، وهضيف عليهم الزبدة. وبالمضرب الكهربي أو المضرب اليدوي أو العجان هبدأ أديهم خفق مع بعض أو هضربهم مع بعض كويس جدا لحد ما الزبدة لونها يفتح معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. أنزل عليها بالبيضة ومعلقة الفانيليا اللي بدرجة حرارة الغرفة، واخفق مش أقل من دقيقتين أو 3 لحد ما يتضاعف القوام معايا ولونه يفتح معايا زي ما هتشوفوه معايا على الاسباتيولا. بعد كده هوقف خفق تماما، وهبدأ بعدها أضيف المكونات الجافة. ممكن نستبدل الزبدة في الوصفة دي بالسمنة، بس لازم تكون طالعة من التلاجة. ما تبقاش بدرجة حرارة الغرفة، بس مش هتديني نفس القوام. هبدأ أضيف عليه المادة الجافة. الدقيق اللي أنا استخدمته وخلطته مع البيكنج باودر. كل اللي أنا هعمله إن أنا هبدأ ألم العجينة بتاعتي. أنا مش هعجن خالص، أنا عايزة بس الدقيق يختلط بالمكونات السائلة اللي هي الزبدة والبيض. أول ما أحس إن خلاص كل المكونات امتزجت مع بعض، هاوقّف تمامًا عجن. هي الملمس بتاعها هيبقى طري، ما بتلزقش في الإيد، هو ده القوام اللي أنا عايزاه. لو إحنا في فصل الصيف أنا هاضيفها في التلاجة ربع ساعة وبعد كده أطلّعها أبدأ أشكِّل فيها على طول. ولو أنا في فصل الشتا هابدأ فيها تشكيل وبعد كده أنضفها في التلاجة. أنا قسمتها نُصّين، نُص منهم هاضيف عليه معلقة من النسكافيه أو القهوة سريعة الذوبان. ضِفت عليها معلقة من الزيت ودوّبتها فيها، لو ما حسيتش إن هي دابت ممكن أضيف عليها معلقة من اللبن. والنُص التاني ضِفت عليه معلقة ممسوحة من الكاكاو. هاقلبهم كويس جدًا مع بعض. لو حسيت إن الكاكاو خلّى العجينة بتاعتي ناشفة شوية، ممكن أضيف عليها معلقة من الزبدة لحد ما القوام يضبط معايا بالشكل اللي أنتم شايفينه. طبعًا إحنا في فصل الشتا، فأنا بدأت فيها تشكيل على طول. استخدمت بار من الشوكولاتة قطّعته قطع صغيرة، لإن كوكيز العبد بتتميز إن هي بتحتوي على قطع صغيرة. ممكن أستبدلها بالchocolate chips. طبعًا العجينة زي ما أنتم شايفين معايا هي كانت شقّقت منّي شوية، فضِفت عليها معلقة من الزبدة. هابدأ أشكّلها. حجم الكرة الواحدة بيتراوح من 12 ل14 جرام. بعد ما باضيف عليها للchocolate بتبقى وزنها معايا بالضبط في حدود 15 جرام. شكّلت كل الكمية وبعد كده ضفتها في التلاجة لمدة ساعة. التشكيل سهل جدًا ومش هياخد منِّك أي وقت تمامًا. بعد ما أخلّص كل الكمية زي ما قُلنا هاضيفها في التلاجة لمدة ساعة. قبل ما أطلّعها من التلاجة بربع ساعة هابدأ أسخّن الفرن بتاعي على درجة حرارة 180. هابدأ أدخّل الكوكيز على الرف اللي في النُص. هتاخد معايا بالضبط في حدود من 12 ل15 دقيقة. الكوكيز البُني أنا ضِفت معاها واحدة بيضة علشان أتأكد أو أعرف إن هي استوت أو نضجت معايا. هاطلّعها من الفرن وهاسيبها مش أقل من نُص ساعة لحد ما تبرد تمامًا وما أحرّكهاش. أنا استعجلت عليها طبعًا وحرّكتها، وبعد ما اتشكّلت معايا أحسن حاجة إن إحنا في الجو ده ناخد كام كوكيزاية كده مع كوباية النسكافيه أو كوباية الشاي. وصفة سهلة وحرفيًا ممتعة وجميلة جدًا. طعم الchocolate فيها حلو جدًا، وخصوصًا لمّا تبقى الchocolate dark. بتدّيني نكهة وطعم حلو جدًا للناس اللي ما بتحبش السكريات زيادة. دي كده كل التريكات اللي هاطلّعها معايا مضبوطة جدًا. زي ما أنتم شايفين قد إيه البسكوت بتاعها هش وطري. دلوقتي بنشتريها بمبالغ، تقدري تعمليها بحاجات بسيطة جدًا موجودة في بيتِك، وهتفرّحي بيها الأولاد وطعمها حلو جدًا. أتمنى وصفة النهارده تكون عجبتكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك، ولو أنتم جداد على القناة انزلوا تحت الفيديو اعملوا اشتراك أو سبسكرايب، وفعّلوا الجرس لو حابين يوصلكم مني إشعار بكل وصفاتي الجديدة. وهاستنى منكم تكتبوا لي في الكومنتات إيه الوصفات اللي حابين نعملها مع بعض قريب جدًا. بتسعدني جدًا تعليقاتكم، بيسعدني جدًا كلامكم. اكتبوا لي في الكومنتات وورّوني الوصفات بتاعتكم لو أنتم طبّقتوها في الجروب بتاعي على الفيسبوك مطبخ حور بالعربي وبالإنجليزي. إلى اللقاء، مع السلامة، واستنوني في فيديو جديد.